وهو بصراحه مدفست بيتكلم دايما عن الصحه النفسيه. عمرو ازيك عامل ايه؟ انا كويس قوي. بما اننا في افتتاح الدورة السابعة لميدفست، قول لنا 3 افلام او مسلسلات فيهم رقم 7. هيبتا 7 استني الوان السما السبعه. صح. أمينة ماشي. خليل هتتكرم النهارده، قول لنا ايه اكتر حاجة بتحبها ليه؟ الهرشه السبعه. لو هتختار موضوع صحي او نفسي تعمل عليه فيلم توعية، هتختار موضوع ايه؟ الصحه النفسيه انه الناس تبقى اوير او واعيين اكتر بامراض نفسيه مختلفه عند الناس اللي حواليهم وفي المجتمع، لان ساعات مش اوير بنعامل الناس بطريقه صعبه عليهم، وهم بيبقى الشخص عنده حاجه احنا محتاجين نطبطب عليه وناخد باله ونفهمه، وساعات بيبقى الشخص ده هو انا انتي او كذا. فانا ده اللي انا مهتم بيه دايما في الدراما وفي السينما، اللي هو ما ليه علاقه بالصحه النفسيه او الاويرنس اللي ليه علاقه بالبني ادمين يعني وبنفسياتهم. لو ادوك فرصة تختار موضوع ميدفست الدورة الجاية، تحب يكون بيتكلم عن ايه؟ اتكلم عني. لا بهزر. ممكن يكون بيتكلم اعتقد نفس الاجابه بتاعت السؤال اللي قبله، ان هو يكون بيتكلم عن الصحه النفسيه، وهو بصراحه مدفست بيتكلم دايما عن الصحه النفسيه، بس احب نتكلم عنه اكتر واكتر يعني. شكرا.